ميساج من طرف المجتمع للجميع. الى عندك قل من 20 عام ركز لي على قرايتك، ما تدخلش للانترنت تقلب على خدمه ولا شي حاجه بحال هكا، ومره خرج ضرب دوره وتهلا في راسك وسافر مع الاصدقاء وسيروا للبحر. الى عندك 20 عام وشويه 21 حتى قل من 25 عام، غادي نقول لك يا ما دبر على خدمه او بقى تقرا حتى تاخذ الاجازه ديالك في شي مجال ما. المهم العائله راه غادي يعاونوك في هذا الموضوع. الا عندك ما بين 25 حتى 30 خاصك تكون خدام، خاصك تكون كتعاون العائله شي شويه، ساكن معاهم ممكن او ساكن بوحدك، المهم خدام وكاين الفلوس. الا عندك 30 عام فما فوق غادي خصك تكون تزوجتي، وغادي خصك تكون خديتي الدار كريدي، وغادي خصك تكون شريتي حتى السياره بالكريدي. اذن هادو ضروريين. ومره كتعاون الوالدين واخا ما محتاجينش، الا محتاجين موضوع اخر دايزه، ولكن واخا ما محتاجينش خاصك تخلص. ندوزو اسيدي 40 عام. 40 عام خاص الطوموبيله تكون تخلصات، ولكن خاص يكونوا عندك الدراري، وهاد الدراري خاصهم يكونوا كبروا شي شويه تبارك الله عليهم. دابا في الاعدادي وغيكونوا عندك 3، حيت الدري الاول خاصو يكون فاش يلاه درتي 30 عام وتزوجتي وشريتي الدار كريدي وشريتي الطوموبيله كريدي. 40 عام راه كبروا شي شويه، راهم 3 الدراري تمايا. طاحت الحال الطوموبيله تخلصات بقى عندك الدار. 50 عام الدار تخلصات تقريبا كامله، ما بقاش ليها بزاف ولكن نقدروا نقولوا تخلصات. الطوموبيله مخلصه والدراري مشاو يقراو في فرنسا او مشاو خدموا وخرجوا تا همايا، ودابا انت غير انت والمدام فقط، وكتوجدوا وكتسناو للستينات، لان الستينات غتاخذوا التقاعد. وهنا فين غادي تاخذوا التقاعد؟ لان الحياه ديالكم سالات من الناحيه المهنيه الاجتماعيه، وهنا التركيز على الترفيه. تبرع ليا مع راسك. فاش كنقول تبرع كنهضر على داما، ما تمشيش بعيد. عندك الداما وعندك القهوه وعندك الجامع، هادو هما 3 ديال الاشياء الرئيسيه اللي غادي يكونوا ما بين 60 حتى ل 80. ما تمشي حتى شي بلاصه اخرى. طاحت الحال من الناحيه الماليه عندك تقاعد ديالك، الدار ديالك، الطوموبيله ديالك، وعندك الاولاد كيصيفطوا لك مره وكتلاقاو في الاعياد وفي بعض العطل فقط. ندوزو للثمانينات بارك عليك، صافي 80 بخير، صافي توفيتي. داروا التصويره ديالك في الصاله، مره كيتلاقاو كيهضروا عليك وسالينا. وهذه هي الحياه اللي كيرسم لك المجتمع واللي ضروري انك تمشي فيها. في الواقع هادشي كامل ما منوش. علاش؟ لان كل واحد والوضعيه الاجتماعيه ديالو، واش تزاد فقير، طبقه متوسطه، غني، وضعيه صحيه، واش عنده امراض ولا بخير الى اخره. وعاوتاني حتى الوضعيه الماليه، واش هو خدام دابا، عنده فلوس، ما عندوش فلوس الى اخره. حتى هادو كيلعبوا دور. واش هاد البروسيس غدوز ليه ولا ما غادوش تدوز ليه؟ اذا هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو هاد البروسيس اصلا ماشي صحيح لهاد الاسباب اللي قلت وحتى الاسباب اخرى. علاش؟ لان الشخصيات ديال كل واحد شنو كتبغي. كاين اللي ما باغيش يتزوج، كاين اللي باغي يتزوج في اقرب وقت، كاين اللي باغي يسافر، كاين اللي الى اخره. 3 النقط هذا اللي كيخلي ان نورمالمون واحد بعقله كيخدم اللوجيك غيشوف ان هذا البروسيس ما خدامش وماشي فكره صحيحه. اذا الا كان هذا البروسيس ماشي فكره صحيحه، شنو خاصنا نديرو؟ بطبيعه الحال خاصنا نعرفوا راسنا كاشخاص، ونعرفوا الوضعيه ديالنا الماليه الى اخره، وغادي ننطلقوا من تما على حسب دي زوبجيكتيف حنا اللي دايرينهم، ماشي المجتمع اللي دايرو. وهكا غادي تقدر تحيد واحد 70% ديال الستريس الخاوي اللي كيجي من ضغوطات اجتماعيه. لان بزاف ديال الناس، ولا كنتو منهم الاخوان كتبوا لي في الكومنت وكتبوا لي حتى الوضعيه ديالكم الا بغيتو. كاين الناس اللي كيوصلوا 30 عام كيجيهم ضغط كبير، يا اما ديال الخدمه يا اما ديال الزواج، لما العائله كتزيد تضغط عليك وكتدفعك انك دير قرارات غلطه، ودوك القرارات غلطه كتندم عليهم حياتك كامله. نعطي بعض الامثله. كاين الناس اللي باغيين يخدموا اوفلاين ولا اونلاين، ولكن باغيين يخدموا في لونتربرونيا، ما باغيش يخدم عند شي واحد، ولكن حدو كيوصل لواحد لاج كيوقعوا ضغوطات عائليه باش تقبل على واحد الخدمه، باش تدخل البروسيس في اقرب وقت، لانك راك خارج البروسيس ولاج ديالك ما مشاش مع البروسيس. فكنقول بروسيس كان دائما كنهضر على طريقه العيش اللي وصفتها في الديبار. كاين ضغوطات، والضغوطات كتخليك تاخذ قرارات فاشله اللي غادي تندم عليها. وبزاف منكم الاخوان اللي فايت نهضروا معايا مؤخرا او حتى من شحال هادي اختاروا مهن اللي كيكرهوها
وما عندها حتى علاقه بالبوتونسيال ديالهم، ومع ذلك حاصلين ما يقدروش يخرجوا لعده اسباب اجتماعيه في الكارير الى اخره. بزاف ديال الاسباب كتخليك ما تخرجش. اذا ضروري انك في اقرب وقت تردم البروسيس، تردمو بسيكيكمون، بالمعنى ديال انك ما تبقاش تطلع عليه، حيت كل ما كتركز عليه كل ما كيستريسيك، وفاش كتستريسا شنو كيوقع عليك؟ ما كتقدر ترجع للبروسيس لان يقدر يكون مشى عليك الحال في شي حوايج، وفي نفس الوقت ما كتقدرش دير شي حاجه اخرى، كتولي في الليمبو الوسط غارق، ما دير هكا ما دير هكا. وهذا شنو كيعطينا في معظم الاوقات؟ كآبه. والكآبه شنو كتعطينا في معظم الاوقات؟ procrastination. ما عرفتش شنو هي بالعربيه حاليا، غادي نقولوا التاجيل، غادي نقولوا العجز. هذه هي الكلمه، العجز. العجز كيكون الا تعمقتي فيه كتلقاه من بين المشاكل وما هادو تجيك شي شويه غريبه. انا مشى عليا الحال، خاصني نخدم، خاصني نتزوج وكل شيء، وفي نفس الوقت انا معكاز. ولكن راه المعادله في الكوتي سايكولوجي دايره بحال هكا، كل ما كتستريسي بزيد كل ما العقل ديالك كيبغي يهرب لشي بلاصه فيها الراحه، وكيظن انه الا طفى عقله وحاول انه ما يفكرش وحاول انه ما يدير والو ممكن انه يرتاح. ولكن هذا كيزيد يعقد الامور في الحياه الماليه الاجتماعيه ديالك بطبيعه الحال. هنا كيوليو عندك ثلاثه ديال الحلول. الحل الاول هو تدخل البروسيس وتدخل معاه وتمشي معاه على حسب لاج ديالك في الدقائق هذه اللي كتشوف هذا الفيديو. هذا الحل الاول. الحل الثاني هو تدخل في كآبه وما غاديش تربح، وغادي تغرق معك العائله ديالك. والحاجه الثالثه واللي كنركز عليها بزاف اللي هي تنسى المجتمع، تنسى البروسيس وتبدا من الزيرو. ما كيهمش لاج ديالك، عندك 17 18 19، ما خاصكش تركز 100% على القرايه. القرايه مزيانه، الباك مزيان، الليسونس مزيانه، ولكن خاص شي شويه تعلم البيزنس، خاصه البيزنس في الاونلاين باش تفهم شنو واقع. لان العالم كيتبدل بواحد السرعه غريبه، درجه ديال ان كاين ناس خدامين ب 4000 درهم 5000 درهم من 8 حتى ما عرف شحال، وفي نفس الوقت كتلقى ناس خدامين سوايع قلال وكيقدروا يضربوا حتى 10000 20000 30000 دولار، 10 ديال المليون في الشهر. اذا هنايا الارقام كتبدل. علاش؟ واحد شي شويه ذكي وكيشوف شنو واقع في العالم، وواحد مركز على البروسيس اللي قديم ما بقاش واكل في 2026. القرايه الى اخر هذاك الشيء كان في التسعينات الثمانينات السبعينات، ما كانش الانترنت، ما كانوش فرص، كان الوضع باين. ولكن هذا ما كيمعنيش ما خاصناش نقراو، هذا كيمعني اننا نقراو، شدوا الباك، نكملوا القرايه ديالنا، ولكن ما نبطونش واش شنو واقع. هادو الناس الصغار. الناس الكبار 40 عام 50 عام 30 عام نقولوا حتى 60 عام، انا بالنسبه ليا الا كنتي كتفرج فيهم ما خدامش وما مازال ما درتي والو، اول حاجه ديرها هو نسى العالم، نسى كل شيء، وبدا بحال انت باقي صغير، بحال عندك نقولوا 20 عام. كلما كتركز على ان الدماغ ديالك يولي جون، كلما كترجع الانرجي من جديد. كلما كتركز على لاج ديالك بانه مشى عليه الحال، كلما كتدخل الكآبه بشويه. اذا الحل الوحيد هو انك تتعامل مع الحياه بحال شي حاجه ما فيهاش ستيبس بحال هكا. ماشي حنا صغار كنطلعوا حتى نوصلوا لواحد النيفو وخاصك تكون في هذا النيفو في هذا لاج. لا، قضيه سطاول بحال هكا. علاش؟ لان اي واحد يقدر يموت في اي لحظه وفي اي نهار وفي اي شهر. ما كاينش شي واحد غيضرب، ماشي كلشي غيضرب 80 عام، وماشي كلشي غيموت صغير. كل واحد والحياه ديالو والوضعيه ديالو. هذا اللي كيخلي ان افضل حاجه هو تعيش اللحظه ديال دابا مع مخططات مستقبليه. صدقوا مرحبا، ما صدقوش انت راك عايش اللحظه حاليا. فاش كنقول عيش اللحظه اي انك تتعامل معاه بحال انت دائما جون، ما كاينش لاج، نسى لاج. وهذا بطبيعه الحال الراي الشخصي ديالي. نبغي نعرف الراي ديالكم الاخوان في الكومنت. واش نتوما من هاد الناس اللي كيفكروا بحال هكا او الناس اللي كيفكروا بطريقه اخرى؟ وشنو هما الحلول الا عندكم شي حلول اخرى؟